الرقم اللي قال في البرلمان. انا كنستقي واحد واحد المجموعه من المعلومات اللي مهمه كتعلق بالاقتصاد ديالنا، بالوضعيه ديالنا، بالمواطنين، بالسياسيين، اعضاء الحكومه من البرلمان، في الاسئله، في الاجوبه ديال الوزراء الى اخره. دابا في هذا الاسبوع هذا عندنا الحصيله ديال رئيس الحكومه، وكاين بزاف ديال الارقام اللي تسهل نتكلم عليهم، اللي ترت واحد الاحساس عندي ما نقدرش نوصفه. واش تصدمت؟ واش تيبان لنا اعضاء الحكومه كيشوفوا فينا باننا يعني العقل عندنا والو، الدماغ ما كيشتغلش، يعني ذكائنا ضعيف ان لم يكن منعدم؟ ما عرفتش اشنو كيشوفوا فينا. كنشوف داك الارقام، لكن اليوم غادي نتكلم على رقم واحد. رقم قالوا عرفتي واحد الاحساس دار انا كمواطن شنو حسيت. واحد السيد برلماني بلا ما نذكر الاسم ديالو، لكن يحظى باحترام وبتقدير، له مصداقيه والجديه والمسؤوليه والامانه في المعلومه الى اخره. قال هو تيخاطب رئيس الحكومه، قال له خرجتو واحد المبالغ كبيره ديال الدعم، وقال الرقم ديال 400 مليون ديال الدرهم اللي تعطات اللي ما يسمى بالفرقشيه. انا هاد الكلمه هذه، انا هاد العباره كتجيني حشومه نتفو بعدا بكلمه بحال هكا، وتداول اعضاء الحكومه كلمه بحال هكا، يتداولوها الاعضاء بيناتهم ويقولوا في البرلمان وفي الاجتماعات ان الفرقشيه معروفه شعبيه بطريقه شعبيه، هما هذوك السارقين الناهبين اللي كيسرقوا ليلا خلسة قطيع الغنم أو البهائم في البوادي، مع استعمال النصب والتدليس، السلاح والتهديد والعنف، أو كيجيو بالليل وما يسيق لهم الخبار حد إلى آخره. هذوك هما اللي كنسميوهم حنا الفرقشية، معروفة في اللغة ديال الشرطة القضائية ولا على مستوى الدرك الملكي، اللي كيكونوا هاد الفرق اللي كيشتغلوا في هاد الجرائم هذه كيسميهم الفرقشيه. لكن هاد الاسبوع هاد الاسم ما يتعطاش على مسؤولين، وما يتداولوش بيناتهم مسؤولين سياسيين ووزراء يستعملوا كلمه بحال هكا على برلمانيين وعلى وزراء تيتقال عليهم هاد الكلمه هذه. انا بعدا تنتحفظ في استعمال هاد الكلمه. على اي قال له اعطيتهم 400 مليون ديال الدرهم، وهذا 400 مليون درهم استفد منها 15 البرلماني الدعم ديال الغنم والبقر، باش هادشي كله باش يهبط الثمن ديال اللحم. وهنا فين غادي تجيني الصدمه الكبيره. قال لهم وبرلماني كاين هنا خدا 15 مليون ديال الدرهم، كاين حاضر كيشوفوا. بغيت نعرف لجنه الاخلاقيات ديال البرلمان، مجلس اعلى الحسابات، الوكيل العام ديال محكمة النقد اللي هو رئيس النيابة العامة، واش غادي يحركوا مسطرة في هذا حيت البرلمان ما كنتظرش منه شي حاجة، حيت البرلمان اللي عنده آلية قوية اللي هي لجنة تقصي الحقائق، اللي يمكن يديروا تقرير عليها ويعطيوه النيابة العامة، يعني تحال على النيابة العامة وتكون متابعة. أجهضوا مشروع لجنة تقصي الحقائق في هذا الموضوع ديال الدعم باش الثمن ديال اللحم يهبط، وقالوا لهم ديروا غير لجنه استطلاع. لجنه الاستطلاع هي اللجنه اللي كتسارى وكتقول وكان درتي هذه احسن من هذه، وهذا اللوين هذا ماشي تل تما، وكنت دير هذه قبل من هذه، وهذه ديرها حدا هذه، صافي هذا هو لجنه الاستطلاع. لكن تقصي الحقائق فيها المحاسبه وفيها المتابعه، ويكون فيها العقوبه الحبسيه اذا تبين ان هناك جرائم تعاقب بالحرمان من الحريه. اذا البرلمان ما كنتذكرش عليه، حيت محاولته باءت بالفشل وكان اجهاض، والناس اللي فشلوا هذه المحاوله هذه دابا كيتباهوا باغيين يكونوا عاوتاني في الانتخابات وباغيين يتقدموا ويكونوا حكومه جديده الى اخره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
إذن دابا هاد ال 15 مليون اللي تعطات البرلماني، دابا قلتي لي غتقولي لي دوزتي 400 مليون جاتك عاديه، و15 البرلماني جاتك عاديه. ما وقفتي يا دكتور معتوقي في هاد البرلماني اللي حاضر؟ زعما هادي جاتني شويه قاصحه، شي حاجه مغطيه مخبعه غايب ولفنا. لكن واحد خدا 15 مليون ديال الدرهم، في حين اننا ملي كنقلبوا على الصفات ديال البرلماني، بماذا يجب على البرلماني ان يتسم به؟ بالامانه والمسؤوليه، وما تكونش عنده تضارب المصالح، وخصو يدافع على المواطن، ويكون في منأى عن الشبهات، وما ما يستغلش النفوذ، ما يستغلش المنصب للمصلحه الخاصه، ويدافع على المصلحه العامه، ويبقى مرتبط بالمواطنين اللي صوتوا عليه، الجهه اللي صوتت عليه. و هادشي اللي كيقولوا الدستور وتيقولوا القانون الداخلي للبرلماني، هادو هما الصفات ديال البرلماني. وهادشي راه يتنافى. 15 مليون تاخذها باش تاخذ انت دعم، راه يتنافى، راه ما يمكنش. راك انت مراقب ديال الحكومه، ماشي الحكومه تخدمك وتخدم لك مصالح بحال هكا. انت مراقب للحكومه، انت مشرع. اذن واش هاد 15 مليون ديال الدرهم اللي قال على هاد السيد هذا، واش هو غيخرج ينكر هذا البرلمان يقول لكم ها شكون هو انا بعدا اجيو؟ وهذا الشيء راه ما كاينش. لا، فملي كيسكت البرلماني، ملي كتسكت الحكومه، ملي كيسكت رئيس الحكومه، راه ما يمكنناش نقولوا على هذه كم حاجه قضينا بتركها، الكلاب تنبح والعربه تمر. لا، ما يمكنش. هذه اتهامات خطيره، اتهامات خطيره. خص لازم البرلمان يخرج ويقول انا ها شنو عندي وشنو عندي وشنو عندي، وها شنو درت وشنو درت وشنو درت، واللين في هذا الشيء كله. والسلطات تقوم بالواجب ديالها. ولجنه الاخلاقيات اللي كانت حالت واحد النهار واحد البرلمانيه حيت احتجات بواحد الاسلوب على اشياء اللي كتتعلق بالمواطن، اليوم نشوفوا هذه لجنه الاخلاقيات واش يمكن لها تدخل، واش عندها اختصاص، واش رئيس البرلمان يكون يحيل على هذا الشخص على باش يتقصاو معاه ويبحثوا معاه ويشوفوا واش هذا الشيء كيمس الاخلاق ولا لا. ولا الا داز هذا الشيء هذا هكا وداز هذا الشيء عادي، نغسلوا يدينا دكتور. ونقولوا ذاك الامل اللي حنا كنعيشوا به راه كيبان لي غادي وكيبعد. خطوات بحال حنا كنتابعين الامل كنجريو باش نوصلوا للامل، والامل هارب.